مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان. نجدد بكم اللقاء وفي هذا الحوار الخاص مع واحد من أشهر الفنانين المغاربة والذي ينحدر من الأقاليم الصحراوية المغربية ومن الصحراء المغربية التي نفتخر بها ككل مغاربة، ويفتخر بها بطبيعة الحال كل الصحراويين المغاربة الأحرار المتشبعين بروح الوطنية وتشبثهم بالعرش المولوي بطبيعة الحال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الفنان المقتدر وصاحب الحنجرة الذهبية القمراني، في حوار خاص من أجل الحديث عن مساره الفني. وأيضا اليوم نخلد ذكرى غالية اللي هي ذكرى بطبيعة الحال وعيد وطني اللي هو العيد الأمازيغي لكل المغاربة. فنعلم جيدا مدى التلاقح الثقافي بين الثقافة الحسانية والثقافة الأمازيغية، والقمراني ربما له رأي بهذا الخصوص. القمراني، مرحبا بك على قناة شوف تي في هذا الحوار الخاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي شوف تي في، القناة اللي كنعتز بها صراحة. أنا اليوم جد سعيد أنني كنتواصل معكم في هذا اليوم الجميل اللي هو يوم استثنائي، يوم مؤدى عنه ويوم مقرر من طرف صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس أدام الله له العزة والنصر والتمكين. اللي اخترت نقول أنا على أنه اليوم جئنا لنزقان في احتفالات الذكرى أو بالأحرى السنة الأمازيغية اللي هي صراحة سنة أمازيغية رائعة، وصراحة كانت سنة أمازيغية جميلة، وتواصلنا مع الجمهور، هذا الجمهور اللي كان ذواق، اللي تفاهم معنا وتفاعل معنا في أغاني وطنية وأغاني جميلة جدا. اللي اخترت نقول على أنه كنشكر بدوري أنا، كنشكر السيد عامل الإقليم إنزقان، كنشكر رئيس المجلس إنزقان، كنشكر جمعيات المجتمع المدني، كنشكر جميع السلطات اللي يعني تحتنا الفرصة أننا نتكلموا نتحاوروا ونبادلوا الناس ونعطوا ونخرجوا بشي زين. اللي اخترت على أن نقول على أنه الحمد لله الأمازيغ هم في القلب، والأمازيغ نحبهم ونكن لهم كامل الاحترام، وأنا ابن مدينة قلميم وسفير الأغنية الحسانية بمدينة قلميم. أعتز على أنني اليوم أتواجد بهذه المنصة للحديث بخصوص هذه السنة الأمازيغية اللي سيدنا الله ينصره أعطاها وأعطى التعليمات السامية ديالو باش تكون عيد وطني. القمراني ربما اليوم التاريخي المشهود له اللي هو الإقرار الملكي بالسنة الأمازيغية. صراحة هو خبر جميل جدا. نفتخر به أن سيدنا من أعطى الإقرار ديالو للسنة الأمازيغية باش تكون مؤدى عنها. والله صراحة لا فرحنا، وهاد الناس الأمازيغ نكن لهم كامل الاحترام والتقدير والمودة، وصراحة الناس يعني اللي عشنا معهم وربينا معهم ولقينا فيهم الترحاب، وكنلاحظ هذا الشيء من خلال أنني أنا كنشوف راسي في التلقائية ديال نفسي أنني كنمشي لجميع المهرجانات. الأمازيغ كيتفاعلوا معايا بزاف صراحة. هاد الناس تصور أنك تكون تجي المنطقة وتفاعلوا معك الجمهور، راه مستحيل، ولكن الحمد لله. اللي اخترت تقول الله ينصر سيدنا والله يطول عمره اللي اعطى هذه السنة الأمازيغية، والله يجزيه بالخير والإحسان. وعلى فكرة مصطفى القمراني مبدع عدة أغاني وطنية على السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أدام الله له العزة والنصر والتمكين. ومن بين الكلمات اللي قلت عندي أغاني معدة بحال كيف الصحراء يضوي العينين من زمانك مغربية، واللي لا يجيك بشيشين راعي القوة الملكية، من القويرة إلى العيون والسمارة يا عينية، واللي باقي من ذو المدون فوق راية مغربية. صحراوي يعرف معالم، صحراوي يعرف تنمية، راهو يعرف بعد العالم عن صحرتنا مغربية. قال أمير المؤمنين الله ينصره والله يطلع درسه الصورة حدايا، قال أمير المؤمنين ارذوك الناس المرتزقية، الوطن غفور رحيم تحيا الزاد الملكية. وحتى في تطرقي لمواضيع عدة مثل الحكم الذاتي قلت مثلا ضحيت بحياتي المغربي تتمتان، راهو الحكم الذاتي خلى الرجل متحان. صحراوي قال انه متعني بذا الوطن، مغربي الوطن ومن قديم الزمان،
الجنود الدافع وتساهم في الأمان بالكفاح المانع باش الصحراء تزيان. الصحراء فاش ربيت وعربي من حسان ويسوى كاع إلى جيت واعتزيت بالوطن. يا الملك الطموح سحرتنا في ذا المكان ولن نتنازل عنها. سحرتنا مغربية سحرتنا بهذا المكان وقطعا عنك ربوح مرتزق خسران. الله على كلمات ربما هي كلمات قوية تنم عن تشبع القمراني بالروح الوطنية وأيضا تشبته بأرض أجداده أرضنا الغالية اللي هي الصحراء المغربية. صحيح هذه نقطة في محلها. شوفوا أستاذي المحترم راه فنان ما لقى الوطن ديالو فيه خير هذاك راه ليس بفنان. خصوصا احنا نعد أبناء المملكة المغربية الشريفة ومن ساكنة إقليم قليميم باب الصحراء المغربية خاصنا ندافعوا عن وحدتنا الترابية. وسيدنا الله ينصره أعطى تعليماته على أننا ندافعوا ونعطوا نستميتوا وهذا هو اللي خلانا احنا نبدعوا كفنانين كأبناء المنطقة وعارفين الخبايا. شوف راه باش نكونوا واضحين راه ما كايناش شي حاجة بحال المغرب والسيادة المغربية عن الصحراء والحكم الذاتي. شي حاجة غير الحكم الذاتي راه ما كاينه. حبة من حبوك وعارف على أن واحدين غادي يضربوني وبقى ضربوا كما بغيتوا. الصحراء مغربية وستظل وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت كلام آخر ربما كاين اللي غيضربني. من تقصد لا هذيك الناس الوطنية ديالي يحسد عليها. لا ماشي على قضية وطنية ديالي يحسد عليها. لا شوف باش نكون معك واضح انا اللي كتكلم معك اغاني ديالي كدوز ديما في تيفي ديال العيون شحال ديال المسائل. ما معنى هذه الكلمة اللي غادي نقول لك على ان اضرب بها خصوم الاعداء الوحدة الترابية ما غاديش يعجبهم هذا الكلام لان احنا ابا عن جد احنا مغاربة صحراويين. ومني كتكلم الناس اللي هما مغرر بهم الله يهديهم رجعوا لارض الوطن والسيد نعطيكم الحكم الذاتي مرحبا بكم اجوا. ما بغيتوش الحكم الذاتي بقاو تما. ان الوطن غفور رحيم. وهذا هو اللي اخترت نقول انا وهذا الشيء راهو زين. الله ينصر سيدنا والله يدوم العز والنصر والتمكين. وحنا رانا جنود مجندين وراء السد العالية بالله جلالة الملك محمد السادس. ولا تفوتني الفرصة أن أشكر شوف تيفي كنشكرها جزيل الشكر لأنها دائما سباقة للأحداث وجميع المنابر الإعلامية باش كلها نعطي حقه. جميع المنابر الإعلامية لأن الإعلامي راه أجمل شي حاجة. اشنا هو اعلام راه هو كل شيء. باش نكونوا واضحين الفنان بالاعلام راه واصل. الا ما كانش الاعلامي مع الفنان راه ما غاديش يوصل وهذا ما نتمناه. واخر كلمه غادي نقول الجديد الفني ربما والله الجديد الفني الحمد لله كاين اصدارات وطنيه عطى الله الحمد لله اصدارات وطنيه للفنان مصطفى القمراني. انا بكلعب على الجانب الوطني اول قبل كل شيء. كتشوفوا دائما الاتجاه ديالك الجانب الوطني. الجانب الوطني هو الركيزة التي دائما أسطر عليها وكنقولها. الركيزة الوطنية اللي كنسطر عليها وكنقولها وغادي نبقى نشتغل فيها ما حد حي. وهذه هي اللي اخترت نقول إضافة إلى أغاني أخرى. وصراحة غادي نقول لك احنا جد سعداء. الله إن شاء الله اللي كاننا في هذا اللقاء في هذه السنة الأمازيغية ديال هذه الإخوة الأمازيغ رانا والله إلا جد سعداء. والحمد لله اللي جابتنا الوقت أننا تكلمنا على الصحراء المغربية ونكررها. والحمد لله اللي تحتنا الفرصة وتلاقينا عاوتاني مع شوف تيفي. وصراحة مات عندي ما نقول تحية الجميع. وفي ختام هذا يعني الحوار الشيق معكم الأخ الإعلامي جزاكم الله خيرا. الأمازيغ أسوقاس مينو أسوقاس إغودان أسوقاس مباركي تبارك الله عليكم. في الصحراء الناس الصحراويين والحسانيين يحتفلون يعني بالسنة الأمازيغية كيديروا التقاليد. نعم شوف راه باش نكونوا واضحين والسيدنا أعطى التعليمات ديالو باش تكون السنة الأمازيغية مؤدى عنها وفي المغرب كامل المملكة المغربية الشريفة. راه ماشي غير في أكادير راه ماشي غير في قلميم راه في جميع المناطق أن السنة الأمازيغية كيحتفلوا بالتقولة ديالهم بالمسائل ديالهم باللباس ديالهم. حنا كنحتفلوا معاهم كفرق موسيقية كنتجاوبوا معاهم لأن الأمازيغ راه قلت لك واحد الكلمة غادي نختصرها بكل شيء. راه نبضات القلب ديالنا هما الأمازيغ وحنا كنبغوا الأمازيغ. وتحياتي للجميع. شكرا لك.
سي مصطفى القمراني، تحية لك. الله يكبر بك أستاذ. إلى هنا إخواننا الكرام متابعينا الأوفياء، نأتي على نهاية هذا البث المباشر وهذا الحوار الشيق مع الفنان المغربي المقتدر وصاحب الحنجرة الذهبية مصطفى القمراني من منطقة الصحراء المغربية، وبالضبط من قلميم الصحراوية بالأقاليم الجنوبية. تحياتي لكم متابعينا الكرام. ربما هناك كلمة أخرى سيضيفها سي مصطفى. اللي بغيت نأكد عليه أنا، الله يجزيكم بالخير، على أننا في المسيرة الفنية ديالنا باش نكونوا واضحين، راه ما نساوش شي حاجة. راه مي كنغنوا على الوطن ديالنا وعلى سيدنا، راه كنغنوا عليه بحب وشغف. الله اللي علمني معزة ديال سيدنا والأسرة العلوية. وثانيا اللي بغيت نقول أنا شخصيا، وأعوذ بالله من قولت أنا، تحية للناس اللي كيساندونا في قلميم، والي الجهة في الفن ديالنا، الوالي ديال الجهة ديالنا ديال قلميم، عندك سيدي السلطات، عندك السيد عامل إقليم من زكان. يعني شوف، راه فيما مشينا كنخلوا بلاصتنا، راه عندنا علاقات الحمد لله بهاد الناس، وهاد الناس الله يجازيهم بالخير عنا والإحسان. والصحراء هي ضوء العينين من زمانك مغربية، واللي لا يجيك بشي شيء راعي القوة الملكية. صحراوي يعرف معالم، صحراوي يعرف تنمية، راهو يعرف بعد العالم عن صحرتنا مغربية. قال أمير المؤمنين الله ينصروا لذوك الناس المرتزقية هاجوا الأرض الوطن. قال أمير المؤمنين لذوك الناس المرتزقية الوطن غفور رحيم. تحية الزاد الملكية.